واحد من شباب عقد صقور اسمه سالم ولا صالح ولا اختر له اسم من الاسماء اللي تبي، وتخرج من الجامعة ما شاء الله كلية فهد الأمنية بنجمة، وقال يمه أبي أتزوج. قالت له لا تفوتك بنت خالتك، قال لي في المدينة وانت الله يهديك قاطع بها ولا تزورها وترى عندها بنت قمر. قال انت ما علمتيني ازورها. قالت ازور خالتك ذي، كل ما اجي اقول لك ود انت عيد تقول مشغول، كانك تبيها تزوجك، خلها تشوف منك البر، ترى قاطع بها يا سالم، وترى انا بروح الاسبوع ذا تقدر توديني؟ وش يقول؟ ردوا ابشر يمه ابشري. صح ولا صح؟ ودى امه يوم الخميس ليله الجمعه وراح وشاف الخاله. اذا دخل على الخاله وشلون يدخل عليها؟ ردوا يا اخوان. يحب راسه اخي يا خاله والله اني قاطع فيكي، والله ان العسكريه ذي اخرتني عنك، والله ترى ولا العسكريه والله ودي اجي بس العسكريه يا خاله، وترى لك حق والله ان شاء الله بجيب امي كل اسبوع. انتم معي؟ صار الخميس الثاني تروح اخته امه لاختها اللي هي خالته للمدينه، قال يلا يمه يلا روح الخاله. قالت يا وليدي يجي كل اسبوع هي نصب لنا اسبوعين ثلاثه نروح. قال لا يمه هذه خالتي ولا حق عظيم. لا حق عظيم. قالت لا ماني رايحه. قال اجل شوفي تو طالع مفقع بعقد الصقور، باخذ كرتونين فقع هديه وبروح لخالتي. واخذ كرتونين الفقع وما رده الا المدينه. طق الباب هلا حياكم الله يا خاله والله طالع هالفقع. طبعا لا تقول وين الوالد، انتم معي؟ لان واحد منكم قد يقول طيب وين ابوهم؟ الشايب متوفي. الشايب ايش؟ توفي، وهي لهم ذي ما شاء الله عمده البيت. قالت والله قال والله يا خاله هذا الفقع تو طالع بعقله، واني قلت والله ما يصلح له الا خالتي تاكله. قالت الله يخليك يا وليدي الله يجزاك والله انك ما شاء الله عليك ما شاء الله، وش الفتح اللي نزل عليك؟ قال والله يا خاله اني خلاص والله اني مقصر في حقك. حب راسه ونام عنده ذيك الليله ورجع. يوم صار الاسبوع الثالث قال يلا يمه وين يروح؟ خالته. قالت يا وليدي انت رايح الاسبوع اللي فات. قال بس ولي خاله يمه انت ما رحت الاسبوع ذا، انا رحت الاسبوع ذا وبعدين فرصه والله اوديك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، وترى الرسول يقول الصلاه في مسجد الرسول ب1000 صلاه، روح يصلي لك فرضين اكسب الاجر يمه. قالت يا وليدي تعب عليك. قال لا والله تعب. وش يا حتى حصى حتى حصى خطوتين احنا واصلين. وراح الاسبوع الثالث ودحل على خالته. يدخل يده فاضي ولا مليانه؟ رد يا اخوان. اقرب ونيت واقف على الطريق يبيع جح وجراو وخربز وحبحب، ياخذ له 10 حبات خربز وحبحب، ودخل على خالته. يا لا يا خاله وشلونك؟ يحب راسه ويحب بيده. وش هذا يا ولد؟ قال والله يمه انه حبحب ما شاء الله من الحبحب اللي يحبه قلبك من قريه النخيل. تعرفون النخيل؟ لأن بهم الزارع حقت جح. والله تستاهلين يا خاله الله يكثر خيرك يا وليدي لا تتعب. وعلى هالطريق 2 3 أشهر ومره ايش؟ امه مره امه. بعد 2 3 مهد الطريق وحط الردميه وحط اسفلت، ما بقي الا السياره تمشي صح. قال يلا يمه اخطبي بنت خالتي، ما تقول انها قمر. قالت لي والله عز الله الحين خالك تبي تعطيك طوالي، انت مهدت الطريق وسلكت الطرق وضبط الغراض. كلمت الخاله الام اخته اللي هي خاله الولد بالجوال، قالت ترى هالاسبوع عاد عساكم موجودين بيجيكم موضوع خاص. قالت حياك الله خيتي وبرك ساعه وتعالي. يركب السياره هو وامه عليها خالته، يوم قاعده تسولف هي والخاله والولد رايح بالمجلس من طالع. قالت والله القصه كذا وكذا، والولد مثل ما تشوفين تخرج من كليه فهد الامنيه وعلق هالنجم ما شاء الله وده يعرس وترى يبي فلانه. قالت والله ولدكم ينشر كريم وحبيب وطيب وهاللي تشوفين ها واصل صلة رحم والله يستاهل، بس المشكلة بنيتنا ماخذة ولد عمه. انتم ما دريتوا ولد عمه قاضي هو وياه ما بقي الا شيء قليل وبيتزوجون اذا جاء رمضان جت العطله هذه اللي بعد رمضان. وشلون ولدنا؟ قالت والله خيتي تامرين عليه امر بس ابي راحت ولد عمه وقاضيين دافعين وكل شيء، بس ما يصير وش اقول له وليدي؟ قالت والله شو اسوي ما اقدر. خرجت الام لولدها بالمجلس قالت يلا يا وليدي نرجع العقله. يمه وش قالت؟ بشري وش قالت؟ قالت خلاص بالسياره. ركبوا وياه بالسياره. طيب على مين؟ قالت والله يا هي تمدحك وتثني عليك وتقول كريم وواصل وحبيب يعني وافقت.
قالت بالعكس تقول يا ليت. قال ما شاء الله يعني ما. قالت لا المشكلة تقول البنت قاضي مع ولد عمهم ورايحة لولد عمهم والعرس بعد العيد. ها ترى هذه مي بنكت، هذه حقائق عندنا نعيشها. طيب يمه وشلون؟ ما يصير، والفقع والجراوة والجح. والله ترى يا اخوان والله اللي رفع اسمه بغير عمد ان هالقصص انا عايشه ومجربه، شيء شفته بعيني. قالت والله يا وليدي عاد اللي صار ابي ندور لك واحد من بنات خالك الثانيين ولا بنات عمك، ما بالولد الا هالولد. الحمد لله وش كثر البنات. قال اجل على رايك امه ويخالف الله علينا. يوم قعد لها اسبوع اسبوعين ثلاثه جت الام قالت يا وليدي تخبر خالك الحين هذا الاسبوع الثالث لا علمتني ولا قلت لي شيء، تبي نروح نزور خالك اللي بالمدينه. قال امه تعبان انا فاضي لخالتي.